خلاص خلصت الانترفيو، انسى بقى، ما تفكرش كتير ولا تشغل نفسك، كمل في رحله بحثك كانك ما اتقبلتش، وما تسالش عن الانترفيو الا لو انترفيو داخلي في الشركه علشان تترقى، وده الانترفيو اللي لازم تاخد عنه فيدباك كويس في كل الاحوال، وده علشان خاطر تعرف ازاي تعدي المره الجايه لو ما عدتش. الو. طب لو اتصلوا عليا هعمل ايه؟ طبعا في وظايف بيبقى فيها سلسله مقابلات، خير، الخط اتقطع. فطبيعي هتجهز نفسك للمقابله الجايه، وده اتكلمنا عليه قبل كده في التجهيز للانترفيو. او انت خلاص اتقبلت وتلاقي الاتش ار بيكلمك عشان نبدا رحله التفاوض على المرتب. مش عايز افكرك ان انت ممكن تكون اتسالت قبل المقابله او اثناء المقابله عن مرتبك الاخير، واتسالت عن المرتب اللي انت طالبه، فطبيعي مش هتغير كلامك. وخد بالك انت ممكن تتسال دلوقتي مرتبك الاخير، يا ريت تقوله زي ما هو، لان لو تعرف ان انت بتكذب في الموضوع هيبقى الموضوع فتن للشركه اللي انت رايح لها. وطبعا في بعض الشركات بتطلب تاكيد رسمي براتبك الاخير زي البي سليب عشان خاطر تتاكد، فمن الاخر قول الصراحه احسن. نيجي بقى للسؤال الاهم، ايه هو الراتب المتوقع؟ لما تتسال ايه هو الراتب المتوقع حاول تخلع من السؤال، وطبعا في اجابه نموذجيه زي لا اتوقع راتب معين، والسبب ان لكل شركه سياسه في المرتبات وسلم رواتب، واكيد لكل وظيفه راتب محدد. طب لو اتزنقت ولازم تقول، طبعا احنا اتفقنا في حلقه تجهيز الانترفيو انك طبيعي هتسال وتدور على السالري سكيل للشركه وللوظيفه دي، فانت طبيعي هتطلب من 10 ل 20% زياده، وبكده في الاخر تكون وصلت للرقم اللي انت عايزه. مبروك يا سلطان.